ولكن الاقرب للحارس امين الوعد في الوقت اللي الحكم يعلن عن نهايه الشوط الاضافي الاول بالتعادل السلبي 0 لمثلي بين الفريقين. في الوقت اللي يوسف الفعلي مازال سقط خارج ارضيه الملعب. تابعت المحاوله يوسف الفعلي للتمريره، تدخل ديال اذا متابعه الصوره. اذا تدخل محمود بن تيك امام اللاعب يوسف الفحلي. هل هناك خطا؟ هل هناك ضربه جزاء؟ ياسين مسلم. اذا بعد ما اعتقدت بانه نهايه الشوط الاضافي فالحكم كان وقف فقط على اللعب، وبالتالي كيتجه لمتابعه الصوره. اذا اللقطه الاخيره محمود بن تيك تدخل امام يوسف الفحلي. الحكم يتابع اللقطة. هل هناك خطأ؟ هل هناك ضربة جزاء للنهضة البركانية؟ إذا ياسين مسلم يتابع الصورة والمحاولة الأخيرة. إذا ياسين مسلم بعد متابعة الصورة سنتابع القرار النهائي للحكم ياسين مسلم. يكون هناك انذار اسماعيل مقدم. هناك احتجاجات الان من لاعبين الفريق الرجاء، فنحن ننتظر القرار ديال الحكم ياسين مسلم. اذا الكل وقف، الكل ينتظر القرار النهائي ياسين مسلم. اذا بعد متابعه اللقطه ومتابعه الصوره الحكم ياسين مسلم يعلن عن ضربه جزاء. ضربه جزاء لفائده فريق النهضه البركانيه في الانفاس الاخيره من الشوط الاضافي الاول. اذا يوسف الفحلي ينجح في الحصول على ضربه جزاء. لاحظوا الهدوء ديال امين الكرمه في هذه الدقائق الحاسمه من المباراه. نتابع هذه المحاوله. محمود بن تيك تدخل مشى الرجل ديال يوسف الفحلي. اذا الحكم لم يتردد على اعلان عن ضربه الجزاء بعد تشاور وحديث مع حكام الفار. ضربه جزاء للنهضه البركانيه. اللي تابعنا الحكم كان اعلن عن ضربه جزاء لفائده فريق الرجاء وتم الغائها بعد ما كان هناك وضعيه تسلل. ان ضربه الجزاء اللي تم اعلانها هي الثانيه في المباراه. امامنا محمد زريده باقي اللاعبين ديال فريق الرجاء وضربه جزاء لفائده فريق النهضه البركانيه. يوسف ودايو عميد فريق النهضه البركانيه هو الذي سيتكلف بتسديد هذه ضربه جزاء. دقيقه واحده كان تم الاعلان عنها كوقت بدل ضائع. امامنا جوزيف زيمباور. اذا فرصه للنهضه البركانيه من اجل تسجيل الهدف الاول في اللقاء. يوسف ودايو المدافع البوركينابي كنعرفوا انه صاحب اختصاص كذلك على مستوى ضربات الجزاء. وجه لوجه مع انس سليتي، واحد كذلك من افضل الحراس في تصدير ضربات الجزاء. اذا يوسف ودايو وانس سليتي وجه لوجه. حكم كيطلب اللاعبين ديال الفريقين يكونوا خارج مستطيل العمليات. يوسف ودايو يستعد للتنفيذ. انس سليتي. يوسف ودايو. الهدف الاول لفائده فريق النهضه البركانيه من امضاء المدافع البوركينابي يوسف ودايو ومن نجح في تسجيل الهدف. اذا فرحه كبيره للطاقم التقني وللاطار الوطني امين الكرمه الذي ينجح في اخذ السبق في هذه المباراه. اذا انتظرنا تقريبا لاحظوا تقريبا 106 ديال الدقائق او اكثر باحتساب الوقت بدل الضائع حتى نتابعوا اول هدف لفائده فريق النهضه.
البركانيه لم يكن من رجل المهاجم ولكن كان من مدافع بثوب قناص الاهداف ومهاجم هو يوسف دايو. لاحظوا وضع كره في الجهه اليمنى، انا زيت في الجهه اليسرى، وهدف اول لفائده فريق النهضه البركانيه. اذا تغيرت النتيجه في هذه المباراه النهائيه لفائده حامل اللقب فريق النهضه البركانيه. هدف لا شيء، فرحه كبيره جماهير